أثناء الولادة الأم ما كانتش عايزة لابنها يحس بأي ألم، فمنعت الدكتور من قطع الحبل السري. كده ابنها فضل جنبها طول الوقت، وكل مرة يحاول يعمل حاجة خطرة كانت ترجعه بسرعة. بره الناس كانوا بيمشوا كلابهم، وهي كأنها بتمشي ابنها. في يوم في السوبر ماركت بعد ما وقع زجاجة مشروب بالغلط، الأم قابلت راجل لطيف وحسوا بإعجاب تجاه بعض. وقتها ابنها شدها بعيد. مع الوقت شعر الأم تبيض، وكل ليلة بعد ما تحط ابنها في السرير كانت تفكر في الراجل من السوبر ماركت وتعيط شوية حزن. جه وقت المدرسة وابنها كان مش عايز يسيبها. في المدرسة محدش كان يلعب معاه، وكانوا بيتصرفوا مع الحبل السري بطريقة مضحكة. الأم راحت للمدير وقررت تسحبه من المدرسة، ومن ساعتها محدش ضايقه. الأيام عدت والولد كبر وبقى شاب ولسه بيتبع الأم. بدأ يهتم بالبنات، وفي يوم الأم لقت ابنها مش موجود، ولقيته تعرف على بنت. الأم جابته جنبها لكنه حاول يكون مستقل شوية. بعد شوية رجعوا لحياتهم الطبيعية يوم ورا يوم. الأم بقت ضعيفة وشعرها أبيض. البنت اللي كان مهتم بيها اتجوزت وعندها عيال وعايشة حياة سعيدة، وهو لسه جنب الأم. صحة الأم ضعفت أكتر، وفي النهاية راحت جنب ابنها، والزمن قطع الرابط اللي كان بينهم طول حياتهم. لما الولد فاق لقى نفسه لوحده، مش عارف يعمل إيه من غيرها.